واخيرا زي ما انتم شايفين وصلنا دهب، لسه فاضل 3 ساعات على تشيك ان او تسجيل الدخول يعني كعاده اي فندق في مصر. عشان كده خلونا نبدا معاكم جوله كده يعني مبدئيه نتفرج فيها على جمال دهب اللي وحشتنا. دهب بالنسبه لي من اكتر الاماكن اللي بحبها جدا جدا جدا. دهب يعني حياه، يعني حركه، مش مكان مجرد فندق انك تقعد فيه مثلا تاكل وتشرب وتنزل البول او كده. الموضوع هنا مختلف جدا. زي ما انتم شايفين احنا موجودين على الكوبري المشهور جدا اللي موجود هنا في دبي. دبي احنا موجودين على الجسر او الكوبري المشهور جدا اللي موجود هنا في دهب، اللي بتقدر انك تقف تتصور فيه. افضل اوقات التصوير دلوقتي لان بيكون الاضاءه جايه كده على جزء الكافيهات والكيرف اللي ورانا دوت. ووقت الغروب كمان بيكون جميل جدا هنا، ويبقى التصوير بيطلع صور خرافيه. المكان زي ما انتم شايفين بيعتبر من الاماكن المفتوحه اللي ما بتحتاجش انك تخش كافيه يعني تدفع اي فلوس عشان تنزل الميه. او دهب بشكل عام من الاماكن اللي هي مفتوحه بتقدر تنزل البحر فيها في اي مكان يعجبك. فزي ما انتم شايفين كده هتلاقي الناس ورانا اللي جاي مع نفسه معدات، عايز يغطس بيبدا ينزل من هنا، او عايز يعمل سنوركلينج او يعوم بشكل عام في الميه بيجي في المكان اللي ورانا دوت. ورانا هنا كمان زي ما انتم شايفين مجموعه من الكافيهات المشهوره بالبلكونات، المكان اللي بتبقى قاعد فيه والميه تحتيك، الصور والفيديوهات فيه بتطلع خرافيه جدا جدا. بعيد عن التصوير كمان القعده ذات نفسها بتعتبر جميله جدا. فاضي شويه نشرب قهوه في حته بعيده، اعزمني على نكته جديده اكتر حاجه بتميز دهب هي الفايبز بتاعتها اللي مختلفه اللي ما بلاش في اي مكان تاني، لدرجه ان جزء كبير من الاجانب اللي هتشوفهم حواليك دول مش جايين سياحه هنا اسبوع او 10 ايام وراجعين بلادهم. دول اجانب، جزء منهم طبعا بيكون عنده شغل اونلاين وخلاص نقل حياته وبدا يقعد هنا لان المكان فعلا يستاهل. كمان جزء كبير جدا من الفنانين المصريين هتلاقيهم هنا، مش اي فنانين، الفنانين اللي هم بيبقى ليهم دماغ معينه كده اللي تتوائم مع الجو بتاع دهب. زي ما انتم شايفين كمان في الجزء ده اللي اتعمل في الفتره الاخيره في التطويرات اللي حصلت في المكان اللي كان فيه الشبك ده، بس هو حاليا محتاج ان هو يتصلح يعني. بتبقى قاعد والميه تحتيك وبتبقى واقف هنا تاخد اجمل صور لان مفيش سور، في مجموعه حبال بتخلي الصوره رائعه جدا. دهب كمان من اجمل الاماكن على مستوى العالم اللي ممكن تعمل فيها دايفنج. هنا طبعا في مراكز كتير، منهم المركز اللي جنبنا ده اللي من كام سنه كنا صورنا لكم منه حلقه غطس. باذن الله في الايام الجايه نحاول احنا نكررها ليكم. لكن النهارده زي ما انتم شايفين كده احنا لسه بنعرفكم على دهب لو اول مره تشوفها يعني، او لو شفتها قبل كده فبنشوف الدنيا هنا وصلت لايه. الفترة دي تعتبر الفترة الذهبية اللي انت ممكن تزور فيها دهب، ذهبية ودهب. المهم يعني شهر 11 هو احسن شهر تيجي فيه، بس خلي بالك ان ممكن بعد فترة هتبدأ الدنيا تبرد. الجو هنا بيبقى افضل من اي مكان تاني، لكن افضل وقت او اخر وقت ممكن تيجي فيه يكون كويس هو الوقت ده. اما لو انت مش بتنزل الميه مش هيفرق معاك لان الشتاء كله هنا دهب او الجنوب بشكل عام سواء دهب او شرم الشيخ او الغردقه هي بتعتبر مشتى يعني مش مصيف. علشان كده يعتبر المصيف في مصر مجرد ما بيخلص في الساحل بيبدا في مكان تاني وهو دهب زي ما انتم شايفين هنا كده. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر.